صباح الفل على احلى وقت في الدنيا. فيديو جديد فين عند استاذ تامر وجيه في الازهر. احنا فين دلوقتي؟ احنا في المول. صورت لكم الفيديو اللي فات، خدنا المول من تحت لحد اخر دور، وصورت لكم كل الخامات وكل الانواع الموجوده عند استاذ تامر وجيه، ابتداء من تحت من الدور الاول للستاير زي ما انتم شايفين كده وقماش التنجيد، للدور الثاني عمريه برسول مفتوح، عمريه برسول مقفول، للدور الثالث التبراك والسوبر تبراك وكل الخامات اللي انتم متعودين تشوفوها عند استاذ تامر وجيه. بس خلينا نبدا بالفرع الجديد ده اللي هو يعتبر اول حاجه، يعني ده بالنسبه لاستاذ تامر وجيه. احنا مش متعودين على الستاير وقماش التنجيد والقصه ده، فخلينا نبدا بقماش التنجيد والستاير، لانه هو ده في الدور الاول. اول ما هتدخلي المول هتشوفي الشكل اللي انت شايفاه ده بكل الخامات والماتيريال اللي موجود فيه، كمان مكرميات للديكورات، كل التفاصيل ده. مش عايزه اطول عليكم المقدمه اكتر من كده، بس تعالوا بينا في الكاميرا ونشوف اسعار الخامات ايه، اسعار الستاير، اسعار قماش التنجيد، كل التفاصيل ده. بعد كده الفيديو اللي بعده ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الدور الثاني بالخامات اللي موجوده فيه، الفيديو اللي بعده الدور الثالث بالخامات اللي موجوده فيه. يلا بينا نلف الكاميرا. بس اول مره بتشوفينا ما تنسونيش لايك وشير سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. صباح الخير يا محمد. محمد هتلاقوه هنا دايما في قسم الستاير، هتلاقوه واقف معاكم، الانتريهات والتنجيد، اي استفسارات هتلاقوه موجود معاكم ان شاء الله. احنا بقى عايزين، عشان طبعا ده بالنسبه لنا عند استاذ تامر وجيه صنف جديد باسعار جديده بخامات لاول مره هنتكلم فيها. انا كمان مش بشتغل قوي في الستاير باستمرار، فهتلاقيني ما عنديش خلفيه قوي عن الخامات والاسعار. هتبقى معايا النهارده، هتعبك معايا شويه عشان هحب ان انا اعرف بالتفصيل شويه اسعار الخامات والماتيريال ان شاء الله. بالفيديو تعرفنا الحاجات اللي بيبقى فيها تقليد ومش تقليد كده يعني. هعرفوا كل الخامات الموجوده. خلاص ماشي. اول حاجه عندنا ستايل كلاسيك ومودرن في كل الاذواق. تمام. شغل زي كده، الشغل التركي ده بيكون قطيفه، ده بيكون كلاسيك تمام. كل اشكاله، في قطيفه اشكال كتيره. دول طريزه قطيفه اسمها الورده الخير. تمام. في نيو كلاسيك شغل زي كده برضو تركي، كل الاشكال دي حلوه قوي. دي اول ما دخلت المكان عجبتنا قوي، خصوصا الديكورات اللي انتوا عاملينها والانتريه، فحسيت اللي هو لا بجد ده لايق قوي، كان يبقى وراه برضو تحفه قوي. الحاجات الجديده كل الشغل ده شياكه قوي قوي، وفي كذا حاجه على فكره. وريني ده كده زي كده. لا افردها كده عشان تبقى واضحه للمتابعين. بصوا البساطه دي. بص الماتيريال كمان ماتيريال تركي ما شاء الله ما شاء الله. ماتيريال ناشف في الاستعمال مع العميل، بيتقطع بيفصل. الناشف يقطع، الطري يبقى افضل. ده بيكون تركي. تمام. التطريز اللي تحت ده الشغل بتلاقي شغل تركي. تطريز ما تلاقيش مثلا كمان فتله طالعه كده، فتله طالعه كده، لا. احنا جايبين اعلى خامات بفضل ربنا يعني. في كتان بيكون كتان مطرز، ده ماتيريال كتان مش طل، عشان في ناس برضه بتحب الخامات كتان. كل ما شاء الله الكتان. ما شاء الله. الله طبعا دي عينات من بحر عندنا زي اللي جوه ده كده. انا هحتاجك بس، وانت معلش انا قلت لك انا هتعبك معايا. بص انا متعبه بصراحه، فانا عايزه بس الدنيا تبقى واضحه بالنسبه للرسمه. ايوه كده. انت عارف التفاصيل دي بتفرق اساسا مع العميل قوي بجد يعني. انت مسكت الستاره، هما ما قدرش يشوفوا الجمال اللي تحت ده، لان ما شاء الله ما شاء الله الحاجات دي بتتكلم يعني عن نفسها. فخليني كده اوريها لهم بتفصيل. دي رايقه قوي، خصوصا ان الريشه دي نازله موضه كمان في مفروشات الملايات ومفروشات السرير، فاللي هو لو انت هتدخليها مثلا في اوضه النوم فبجد هتنطق قوي كمان مع الملايات. هبوريكم كمان لما نطلع فوق عند التبراك. الباندا ده برضو لما نطلع فوق عند التبراك هوريكم الرسمه دي في توب اللي هو الاوفوات اللي كان فيه طبعا منه فيه قد ايه. مثلا ستاره زي دي هتبقى حلوه معاه. وعلى فكره ده كتان صح؟ ده كتان. بس انا مش يعني في الخامات مش يعني مش قوي، بس بعرف بملمس الايد كده. الكتان ده اصلا نازل موضه ما شاء الله عالي قوي يعني، حاجه عاليه. ده في كل اشكاله. ده يعتبر اللي هو بص الماتيريال ده اللي هو بينزل في الكوشنات والحاجات اللي بتبقى تتحط على الركن والانتريه. كتان باندا. ده حلو قوي. جميل. ده من احدث الحاجات اللي نازله. بصراحه انا الستاير اللي هي فيها كتانات دي حاجه زي كده الباندا ده بصراحه اول ما بشوفها ده شغل احدث حاجه نازله. الله. وريني القطيفه دي الاول كده. لا دي خطيره بقى بجد، دي بجد جميله 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 في قمه الجمال. هدي كده امسكها انا من هنا. ايه الجمال ده؟ الحاجات ده تلاقيها معديه قلب، حاسس كده ان انا هسمع ارقام فيها. ما احنا عايزين بقى ايه اسعار حلوه كده، لان الحاجات دي قيمه قوي. فانا عارفه ان هي كمان بصوا التقفيل بتاعها من تحت. بصوا الحاجات دي ما بتتنيش من تحت، ما بتسترفلش، ما بتتنيش تانية، ما فيش الكلام ده خالص. ده كله شغل تركي. لا شوفوا الجمال،
شوفوا الفرع يعني من تحت طالع لحد فوق عامل ازاي. بصوا ده كمان تحسوا اللي هو شغل يدوي كده. لا ما شاء الله جميل 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 يعني. في الشغل ده برضه دي تحفه برضه من الشغل الجديد برضه. احلى حاجه بقى ان هي كلها على تل وكتان، مفيش شوفونات ولا الكلام لا، ده. مفيش شوفونات. لا الشوفونات ده مطه بطلت قوي وبعدين مش عملي. حاجه زي كده. بص الستاره من تحت، انا يهمني قوي التفاصيل بتاع الستاره من تحت عشان التقفيل والفينش بتاعها. بصوا الفينش عامل ازاي. كمان على فكره اسمها ايه ده الماركه دي ايه؟ بيرلاند. بحب ابص قوي على الكتابه بتاعه في حاجه هنا. انا مش عايزاك تفوت حاجه، مش عايزاك تفوت لي حاجه في العرض خالص. شغل تركي برضه حاجه تحفه للناس اللي بتحب الكلاسيك برضه. بص الخامه. بص طبعا كل ستاره بشكل معين بتمشي مع على حسب الديكورات بتاع العفش. بتاع العفش عامله ازاي. عجبني قوي قوي فكره عجبني قوي المكرميات. ده برضو عندنا تشكيله مكرمات كبيره. لا ما شاء الله ما شاء الله، انا صورتها في الفيديو الاول وانا بعرض المول من اوله لاخره. ما شاء الله شغل المكرميات شدينا قوي. ده كتان برضه. ده كتان برضه. ممكن افرج حضرتك برضه عن الشغل المودرن. ماشي. احنا كنا واقفين فين بقى؟ كنا واقفين في الشغل. ايوه انا مش عايزاك تفوت ستاره لما نتفرج عليه. لا. لان بجد بجد التشكيل روعه. بص برضه الشغل ده. انا عايزه اقرب بقى عشان هما بيحبوا قوي قوي ان انا كاني جايباهم معايا كده هنا، مش قاعدين في البيت يشوفوا تفاصيل الخيوط والتطريز اللي موجود على الستاره. بص الرسمه عامله ازاي، طالعه بتاع حوالي مثلا متر الا ربع كده في الستاره من تحت، وبعد كده تلاقي الابليجه دي كده في النص من فوق. ما شاء الله. حاجه زي كده. ما ينفعش بالدور، ما ينفعش بالدور عشان اتاكد ان انا ما نسيتش حاجه. ماشي. بص ده الشغل المودرن برضه. انا عايزه اقول بقى ان ده ملمس. عارفين الجوبيرات القطن اللي احنا بندخلها في الملايات اللي هي على قطن قوي، تحسها ملمس القطيفه شويه. هو ده ملمس قطيف. انا حسيتها بايدي فعشان كده بوضحها لهم شويه. بسم الله ما شاء الله. احنا مش هنقول اسعار واحنا بنتفرج كده. هقول لك اسعار كل حاجه واي حد جه على البيت يبقى عليه فلوس. خلاص ماشي. بص حاجه زي كده. بص البساطه. هو اجمل حاجه فيها ان هي كلها بيضه بس في نفس الوقت فيها شغل بس كلها بيضه منها فيها. جميله. في حاجه زي كده. كتان حديد ساده خالص. في تطريز بس فضي، في منه الكافيه. تحس فيها زي لمعه كده. فضي رمادي. في كل الوانها. بس انا عشان انا بعمل لهم حاجه كده هم متعودين من امهم على شويه تفاصيل. لا ده ما بتطلعش. لا مفيش الكلام ده كله. مش بتطلع. حاجه محترمه جدا. فالشغل ده عالي عشان لما تسمعوا اسعار لو طلعت الاسعار تصدم تبقوا انتوا مستوعبين الماتيريال ده عامل ازاي. الحاجات دي مفيش اسعار تصدم. الحاجات دي مش شعبي يعني من الاخر. مش هتلاقوا حاجه متقلده يعني. لو لقيتوا مثلا التطريزه السيلفر دي اعرفوا ان هي منها فيها كانها متخيطه فيها فمش هتطلع. الذهبي نفس القصه. لا دي حاجه تانية شكل الباندا. دي حاجه عاليه قوي برضو. بصوا دي بقى من بعيد شويه ومن قريب. عارفين زي ما يكون شعيرات كده طالعه بارزه منها. قطيفه منه في الكتان. ورينا كده على ايدك. بص الحاجه تطريزه. الكنار بتاعها بيكون فيه هي شكلها خيال قوي على الطبيعه. عارفين انتوا الستاير السواريه شويه الطرح السواريه شويه اللي احنا بنبقى نجيبها لينا كده للافراح. تحسوها كده تحسها بسيطه وحاجه رايقه قوي قوي ورا وفي نفس الوقت فيها لمعه كده مختلفه. احلى حاجه بقى في الستاير كلها هنا ده من تحت. الستاره من تحت عامله ازاي. مفيش فكره بقى اللي هو سوي الستاره من تحت في الستاره قصري. ما فيش الكلام ده. كل الشغل كله هيبقى عليها من فوق تطولي وتقصري من فوق وتركبي شرايطك ومن تحت كده هي منظفه نفسها. حاجه في قمه الجمال ونضيفه يعني. مش ان هي مثلا انت ممكن تطلع فتله في الغسيل تطلع لا مفيش الكلام ده. ده الخريطه ده برضه من الشغل كويس الهادي.
امسك دي كده، هي وش وظهر الاتنين ماشيه دبل فيس. انا حاساها كده يعني، مش قادره احدد وشها من ظهرها. لازم من ناحيتين الكمار بتاعها كده. خليني كده اقلبها. الكنار بتاعها من تحت فيه زجزاج وخط تاني ستريم، زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها بتفضل على طولها زي ما هي، ما بتتنيش. بصوا عامله ازاي بجد. جايبين لكم اذواق كتير جدا وبعيده عن بعضها، وكلها سيمبل قوي قوي وبسيطه وحاجات رايقه. مودرن برضه. بصوا الجمال عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله بجد. ده كتان، ده كتان تركي. دي كتان زي كده، الناس بتحب تعمل طبقه واحده، مش تقيل وخفيف. ده بياخدوا كده زي كده. على فكره دي تقيله قوي، مش خفيفه يعني. تحسها تحسها لا مش هتبقى مبينه اللي وراها قوي يعني. ممكن الحاجات اللي على طول ده تبقى محتاجه مثلا طبقه وراها، لكن ده لا، ده تقيل بجد. وده كمان يخيل شويه في الظهر ما يبينش. في حاجه زي كده بيكون فيها 2 كنار، ممكن وهي كده متنيه على بعضها عشان تشوفوا تفاصيل. انا عايزه اقول لكم ان في تفاصيل لمعه ذهبي كده بجد، مش قادره اظهرها لكم في الفيديو. او لك الحاجات دي بجد محتاجاكم ان انتوا تنزلوا على الطبيعه وتشوفوها، لان على الطبيعه اقيم واشيك وانضف بكتير من اللي هتشوفوه في الفيديو. وبعدين على خفيف، وبعدين الخط التقيل ده مع الخط التقيل اللي تحت موازي كده بالشكل ده. ما شاء الله جميله. في كتان برضه نفس اللي اتكلمنا عليه. بصوا انا لحد دلوقتي ما شفت الستاره فيهم نقول عليها مثلا ماتيريال متوسط، ماتيريال قليل، حاجه شعبي. انا ما شفتش حاجه كده. فالناس اللي عايزه حاجه قيمه بجد الستائر كلها هنا واو بصراحه. وبجد والله العظيم انا طبعا عشان اول مره اصور عند اول مره يعني استاذ تامر يبقى عنده ستاير. انتوا عارفين ان انا ما بنزلش فيديوهات ستاير اساسا، غير فيديو مره من زمان اللي كنا صورناه بره، كان فرع برضو يخص استاذ تامر من زمان جدا. فانا زيكم لاول مره، وهعرف معاكم الاسعار لاول مره، ولا سمعت منه قبل الفيديو ولا اي حاجه. هنبقى مع بعض بتفرج كاني برضو انت اللي داخله واول مره تشوفي. ما شاء الله. المعظم بيكون ساده خالص، بس في لمعه جميله كده. ما انا بقول لهم في لمعه بجد مش قادره. ايوه فعلا وضحت في الفيديو دلوقتي. لمعه من ناحيتين مش من جنب واحد. الستاره بجد تشوفوها تحسوا ان هي وشها وظهرها واحد، ما تعرفيش تفرقي ما بين الوش والظهر في الحاجات اللي هي كلها لون واحد. ممكن لونين. بس الحاجات دي ممكن تبقى في الاماكن اللي هي مكشوفه شويه، يعني الستاره هتبقى مكشوفه فيها شويه عشان يبان جمالها من تحت. تمام جميله. بص المكرميه القمر دي، اسعار المكرميات كمان هقول لكم عليه. دي جميله جدا. بصوا كده من 4 ادوار زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ما شاء الله جميل. كله على تول وكتان. تول وكتان، بس تولات تركي يعني مش تولات شعبي. لا تولات بصراحه جميله يعني زي كده. الفرع دي جميله يعني. انا معلومه الفرق ما بين التول الناشف والتول الناعم ده انا اول مره برضو اسمعها على فكره. الله دي بجد بقى تحس ان انت عروسه ولابسه فستان فرح. دي مش ستاره ده فستان عروسه متطرز. بصوا ما شاء الله عامله ازاي بجد. عايزه اوريكم التفاصيل بتاع الستاره عامله ازاي. اي حاجه من ده بقى في منها الوان يعني. دي في منها الكافيه. ما احنا هنيجي دلوقتي هناك في العرض من غير ما نفرد بقى نشوف درجاتها ايه في الستائر اللي انت حاططها هناك على الستاند. في الرسمه دي بص الرسمه عامله ازاي. طب قولوا له بامانه تحت في التعليقات التشكيل ده بجد مش عينيكم اول مره تشوف حاجات يعني مختلفه كده، ولا انا اللي عشان اول مره اتفرج على ستاير؟ مش هيلاقوا الكلام. لا بجد انا الستاير اللي كنت دايما بشوفها اللي هي حاجه، لا بالنسبه اللي انا شايفاها ده هي كانت حاجه شعبي. طبعا في من كل الالوان بتاعته. على ذهبي وايه مثلا؟ على ذهبي واوف وايت. ذهبي واوف وايت ورمادي. بص عامله ازاي. ما شاء الله ما شاء الله.
تحفه ما شاء الله. ده بقى اللي بيحب حاجه متطرزه كلها منها فيها، حاجه متطرزه كلها منها فيها. في حاجه زي المطرزه دي. السنجل قوي ده. وريني الستاره من تحت. تحت شغل تقفيل. لا ده انت تلاقيني كل ستاره شوف ولا دفو ولا اي حاجه مشتوله، عشان المفروض ده بيكون تركي. تمام. بص كلها كده متطرزه منها فيها. لو انت عايزه حاجه كده متطرزه، مش عايزه على طبقه تقيله معاها ولا عايزه اي حاجه، فهي حلوه قوي في اوض النوم. في حاجه زي كده جميله قوي برضه معاكي. جميله ما شاء الله. تسلم ايدك يا محمد. وريني اللي بعدها. في بقى الرسمه دي من الرسومات برضه. وريني ده بقى حلوه قوي بجد، حلوه قوي بجد دي، تحفه. بصوا لا رايقه بجد، الرسمه دي رايقه قوي قوي قوي. واحلى حاجه عجباني ماتيريال التل بتاعها حلو جدا. الخامه عامله ازاي؟ بصوا ماتيريال التل جامد. الحاجات دي ما تتنتش، ما تتهريش معاكي مع كتر استعمال، مع كتر غسيل. ما شاء الله تحفه بجد. احنا عايزين نجدد الستاير يا محمد. ان شاء الله. لا احنا هنجدد يا محمد، بعد اللي احنا شفناه ده مش هينفع نعود الستاير اللي عندنا دي. ما شاء الله تحفه. كان هو واحد من تحت بيكون طالع على زي نظام هدوم صغيره. تحس ان انا كنت لسه اقول لك، حاسس انت في خيال كده. بصوا قد ايه رايقه. وريني كده اللي بعده. دي حاجه زي كده، حاجات بقى اللي على ذهبي. لو انت عايزه بقى حاجه ومنقوشه منها فيها، ومش عايزه اصلا معاها كمان جنبها، انت ممكن تبقى مثلا حاطه جنبها حاجه ساده كده. لا في حد بيحط ممكن تستخدميها. خفيف زي كده بيكون طبقه واحده. في حاجه زي كده. طب معلش يا محمد هشوفها تاني كده التفصيله بتاعه الرسمه. ماشي. في حاجه زي كده دي جميله قوي برضه. شغل الطابلوهات ده بيكون في السوبر ماركت شكل. بصوا بقى، لما شفتها لاول لحظه كده من فوق، حاسه ان عيني شافت حاجات زي كده كتير، بس لما بصيت تحت بقى على الستاره من تحت، لا الستاره من تحت رايقه. بصوا بقى من تحت عامله ازاي. بصوا الستاره عامله ازاي من تحت. لا تحفه بجد. يعني ديل الستاره من تحت بيعجبني قوي ان انا ابص على تفاصيله. بعدين انا من الناس اللي بحب ادقق قوي في الفينش بتاع التطريز، لان كل ما كان الفينش نظيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده معناه ان الستاره دي ستاره مستورده، ستاره ماتيريال نظيف. اللي احنا شفناها. لا اللي احنا شفناهاش. دي جميله قوي. بصوا يعني ورده هتلاقوا، بصوا اللي فيها ورد ده ورده، هتلاقوا ابليكات كده بالشكل ده، ابليجه هتلاقي. طبعا هنا الكنار تحت بتاع مثلا حوالي 40 سنتي، بعدها هتلاقوا ابليجه رقيقه شويه صغيره، بعدها اكبر شويه، بعدها الاصغر. لا ما شاء الله جميله. ده كده احنا اتكلمنا على الستاير اللي هي الخفيفه كلها، وفي اشكال تانية كتيره برضه. احنا هنيجي بقى كده هنروح اللمه التانية كده نشوف بقى بالمره قبل ما نتكلم عن التقيل. هنشوف مثلا الحاجات، احنا اكيد مش هنفرق. بس بقى في الحاجات ده ولا خصومات في الشغل ده كله. في حاجه زي كده. بص ده كده. كنت لسه هقرب عشان الحاجات دي مش باينه قوي بجد في ايه ده احنا كده عندنا اشكال اصلا مش معروضه خالص. ده جزء معروض من شغلنا. ايه ده، انا في دماغي ان ده كل التشكيل اللي عندك، بس انت مثلا عندك منه على ابيض، على اوف وايت، على ذهبي، على سيلفر. دي اشكال مش معروضه اصلا. بص الشغل ده حاجه على فكره لما هتعمليها وتلميها كده تبقى لا مش هتبقى خفيفه للظهر. الظهر اقصد مش خفيف. لا مش خفيف. مش شفافه قوي اللي ورا الستاره. دي بتتباع بره ب 200 و220، عندنا احنا 120 جنيه بس. هنبدا نقول اسعار اهو بقى اخيرا خلاص كده. ايه فكنا عقده لسان وهنقول الاسعار. دي 120 ده اول حاجه بس لاي حد يجي من على الفيديو. 120 ما شاء الله ما شاء الله. عندي حاجه زي كده جميله. العلب الصغيره دي جميله جدا برضو.
دي عامله كام؟ دي عامله 120 برضه. احنا هنقول اسعار بقى، اي حاجه هنصورها هنقول سعرها. واللي جنبها؟ واللي جنبها نفس السعر برضه 120. طب انا عايزاك تشاور لي على ال 120 كله كده ولا هو مش جنب بعضه؟ عندي حاجه زي كده، ده ب 120.